البلطجية أجدع ناس، مش عايزاك تتخض ولا تحس الكلام فيه حاجة غلط، لأن اللي أنا بقوله لك ده حقيقة. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. بلطجي يعني حامل البلطة أو الشخص اللي مهنته إنه يشيل البلطة، ودي كلمة تركية. البلطجية دول كانت فرقة عاملاها الدولة العثمانية علشان يساعدوا الجيش في الغزو والحملات اللي كانوا بيعملوها. وطبعا الجيش وقتها أثناء مسيرته كان بيمشي وسط غابات وطرق مليانة أشجار بشكل كبير جدا، وكان طبيعي جدا إنه يكون محتاج ناس تقطع الأشجار دي على أساس إنه يسهل للجيش حركته في الطريق. وتقطيع الأشجار كان محتاج حاجة زي الفاس أو البلطة، فتكونت فرقة البلطجية اللي كانت درع مهم جدا داخل الجيش العثماني. بس طبعا محمد علي باشا كان عارف قيمة وأهمية فرقة زي دي، لدرجة انه عمل قسم للبلطجية داخل مدرسة المهندس خانة، والكلام ده سنة 1834 في بولاق. والمدرسة دي كانت مخصصة للمهندسين العسكريين، وده عشان أهمية فرقة البلطجية. وكان فيه برضو اللغمجية، ودول اللي بيتعلموا يزرعوا الألغام. وعشان محمد علي باشا كان مهتم انه يعمل دولة ناجحة في كل عناصر المجتمع، فكان عايز يكون للست دور، وعمل أول مدرسة لتعليم البنات في مصر، مدرسة التمريض. البنات كانت بتنزل الشارع بالزي الأبيض وفي شكل جميل جدا، وده كان غريب على المجتمع المصري وقتها اللي كانت فيه الستات مش بتكشف وشها، واليشمك هو أهم ملامح لبسها. وفجأة لبنات ماشية في الشارع كاشفة وشها ولابسة زي المدرسة، وده خلى السيدات تتعرض للتحرش، وده كان سبب ان الستات بطلت تروح المدرسة. ما هو محدش ناقص وجع قلب. محمد علي باشا اول ما سمع الحكاية دي راح امر وفورا ان فرقة البلطجية تنزل الشارع تأمن الستات من اي مضايقات ممكن يتعرضوا ليها. وفعلا نزلوا، وكل اللي تعرض للسيدات دول اتقدم. وبكده زي ما قلت لك البلطجية كانوا أجدع ناس. إخواني احنا شكلنا ظلمنا البلطجية. طب ايه اللي حول البلطجية لبلطجية؟ بس البلطجية اللي أنا وإنت نعرفهم النهاردة. بص يا سيدي، البلطجية كانت فرقة قوية جدا في وقت ما، كانت الدراع اليمين داخل الجيش العثماني، بس هم كانوا متهورين جدا. ومع ضعف الدولة العثمانية وتحكم الجيش في مين اللي هيحكم، كانت الفرقة دي بلا حرفيا افتروا جامد، وما كانش عندهم قلب لمجرد تنفيذ أوامر المسؤول عنهم. أما في مصر سنة 1840 أوروبا تأمرت على محمد علي ومضت اتفاقية سحب الأراضي، وده معناه إن الفتوحات اللي كانوا البلطجية جزء منها زي ما قلت لك علشان تسهيل حركة الجيش ما بقاش ليها لازمة. فالجيش زي ما تقول كده سربهم، قاموا نزلوا الشوارع وعملوا شغب ومشاكل كتيرة، وده خلى الشعب يكرههم جدا. وبعد موت محمد علي ب8 سنين، وكان منطقي جدا إن حلم عودتهم للجيش مرة تانية أو إنهم يكونوا جزء منه مجرد حلم، ابتدوا بقى يدوروا على شغل باليومية، يعني زي ما تقول كده بالرزق المقسوم. واللي عدد كبير منهم بقوا حرامية، وجزء أكبر منهم اشتغل مع الفتوات مقابل إنه يوفر لنفسه مصاريفه. وتحول من هنا مصطلح البلطجي اللي هو الراجل الحامي والجدع لشخص مفتري وحرامي. واللي كنت تتوقع إن البلطجي يطلع راجل كويس زي ما أنا حكيت لك؟ ولو كنت على الفيسبوك اتأكد انك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب اتأكد انك عامل اشتراك في القناة. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.